إني أحث طلبة العلم على قراءة كتاب عظيم ألف في هذه الأيام لأخينا الشيخ محمد بن عبد الله الإمام، وهو بعنوان الإبانة في ماذا؟ في التعامل مع الخلاف بين أهل السنة أو كذا حول هذا العنوان. فإنه كتاب نفيس لا أرى أنه كتب مثله في هذا العصر، أقول في هذا العصر، فإنه كتاب نفيس تثنى عليه الخناصر، يحرص عليه، وضع النقاط على الحروف، وأورد فيه عن شيخ الإسلام وحده 100 نص في أحكام التعامل مع المخالف من أهل السنة، وأكثر من 400 نص عن بقية العلماء القدامى والمحدثين. وهناك مقال جديد لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر نشر قبل يومين بعنوان ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة. هذا الكتاب أو هذه المقولة هي تهم طلبة العلم بشكل خاص، ولا تلتفت إلى ما يعلق به أرباب الشبكات الهزيلة التي تنتقد مثل هذا المقال لعلو وكبرياء في أنفسهم وجهل بحقيقة ما يتكلمون به، وقد اتخذوا ألقابا معينة. هذا المقال مقال عظيم ينبغي أن نترسم خطاه وأن نسير على نهجه، وقد أثنى فيه شيخنا حفظه الله على كتاب الشيخ محمد الإمام آنف الذكر. فاستفيدوا من كتابات العلماء والمشايخ ودعوا عنكم بنيات الطريق.